مصيبة وكارثة بيقع فيها أغلب الأخصائيين وأغلب أولياء الأمور. مش كل الأطفال بتحتاج تدريبات لأعضاء النطق، مش كل الأطفال لازم تشتغل بازل وخرز. شكوى بتتكرر كتير جدا من الأمهات، وهي إن ابني كل ما أوديه المركز شغالين معاه بازل وخرز، 3/4 الجلسة ضاعت في تدريبات اعضاء النطق والكلام. طب فين الشغل نفسه؟ وبالتالي الام بترمي فلوس على الارض كتير ومش لاقيه نتيجه، لانها مش شغاله على الهدف اللي هي جايه اصلا عشان. طيب امتى الاخصائي يشتغل على تدريبات اعضاء النطق والكلام؟ الطفل اللي بيحتاج تدليك لاعضاء النطق والكلام، الطفل اللي عنده سيلان لعاب بين قوسين رياله. طيب الطفل اللي بيحتاج تدريبات لاعضاء النطق والكلام هو الطفل اللي عنده اصابه حركيه. يعني الطفل لو ما عندوش اصابه حركيه، ما عندوش سيلان لعاب، يبقى مش هشتغل معاه تدريبات اعضاء النطق والكلام. الطفل لو قادر يتحكم في لسانه، بيعرف يطلع لسانه شمال ويمين وفوق وتحت، الطفل قادر يبلع كويس، قادر يتحكم في حركاته الفميه كويس، يبقى مش محتاج تدريبات اعضاء النطق والكلام. واغلب الاطفال مش بتحتاجها، اللي بيحتاجها اللي عنده سيلان لعاب او عنده مشاكل حركيه مأثره على حركات اعضاء النطق والكلام. اغلب الناس اللي بتشتغل بالبازل والخرز والكونكتيفور والمكعبات بيبقى هدفه الاساسي ايه؟ زياده نسبه التركيز والانتباه، زياده نسبه التواصل البصري، زياده نسبه التآزر البصري الحركي. لكن في ناس كتير جدا تشتغل التدريبات دي وهي مش عارفه الهدف منها ايه، هي بتشتغل تحت مسمى تنميه المهارات وخلاص. طيب لو الطفل عنده تآزر بصري حركي حلو، لو الطفل بيعرف يمسك الورقه والقلم ويكتب، مش هعمل له التدريبات دي. اولا التواصل البصري مش بازل وخرز بس، البازل والخرز ده جزء بسيط من تدريبات التواصل البصري. كل تدريبات القص واللزق والتلوين دي تآزر بصري حركي. كل التدريبات اللي هي بتاعت مسكه القلم واللي انت ترسم وتلون وترسم ورده، ترسم مثلث، كل ده تآزر بصري حركي، كل ده بينمي التركيز والانتباه. فانا مش لازم ابقى ماسك في البازل والخرز عشان ازود التركيز والانتباه. لو الطفل قدر يمسك الورقه والقلم، اوظف بدل البازل والخرز اخليه يرسم ويلون، اخليه يقص بالمقص، اوظف ده في التاهيل الاكاديمي. طيب لو الطفل جاي لي عشان مشكله في التخاطب، مش هشتغل معاه البازل والخرز لانه اوريدي عنده تواصل بصري حركي. يبقى لازم ما ترميش فلوسك على الارض وتبقى عارف ابنك محتاج ايه بالظبط. ابنك محتاج تنميه مهارات، يشتغل تنميه مهارات. طب لو انا قادر اوظف تنميه المهارات دي في نشاط تاني، اوظفه عشان اوفر الفلوس اللي بتترمي في البازل والخرز. خلي بالك يا ماما، انت لازم تبقى عارفه قبل ما تودي لابنك المركز، لازم تبقى عارفه هو محتاج ايه بالظبط، هو ناقصه ايه بالظبط، التدخل اللي هو محتاجه عشان يوصل للهدف اللي انت عايزاه، عشان يتعافى في اسرع وقت. سلام.